السلام عليكم. ثانية واحدة. ازيك عاملة ايه؟ احنا بنصور معلش انا مستعجلة بس. طب معلش دقيقة واحدة، ادينا دقيقة من وقتك. معلش انا مش عايزة اصور دلوقتي. لا بصي، هو الموضوع يعني أسئلة دينية خالص، ما تقلقيش خالص. لو ما عجبكيش الموضوع تقدري تمشي عادي. هنسألك 5 أسئلة، لو جاوبت عليهم هتاخدي الايفون ده. ماشي. تمام، ايفون حقيقي والله، عشان الناس بس ايه، حقيقي اهو. تمام. تقدري تقولي ايه هي أركان الإسلام؟ سؤال سهل جدا يعني. طب جاوبي. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما شاء الله ما شاء الله، يعني نصعب الليفل. لا لسه هم 5 أسئلة، نصعب الليفل شوية. صعب شوية. طيب تقدري تقولي لي في كام حزب في القرآن؟ في كام حزب في القرآن؟ في 60 حزب. ما شاء الله. السؤال الثالث، من هو الصحابي الذي ذكر اسمه في القرآن؟ سيدنا زيد رضي الله عنه. طيب ده السؤال الرابع بقى، تقدري تقولي لنا الآية أو الموضع اللي هو ذكر فيها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. أنا مصدوم ما شاء الله. جاوبت 3. لا 4. كده جاوبت 4. أنا كده الآيفون بتاعي خلاص. هو أنت كده جاوبت 3 4. جاوبت 4. طيب أنا هستغنى عن السؤال الخامس خالص، سمعينا حاجة كمان وهجيب لك 5 زي 5. هات التليفون لا خد التليفون مقدم قبل ما اسمع. هقول لك حاجة مشهورة الناس كلها بتحبها. ماشي. المسكفاح. ماشي يلا بينا نسمع. المسكفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لمين وأجدي وحالي، الله الله، وأقول لمين النبي غالي، الله الله. أشكي لمين وأجدي وحالي، الله الله، وأقول لمين النبي غالي، الله الله. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله؟ المسكفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. أنا عاجز عن الكلام، الشارع كله بيتفرج علينا، يعني هو المفروض إن أنا أقفل الحلقة كلها على كده النهاردة، بس عشان نحلل الايفون فسمعينا بقى حاجه اخيره معلش. قران، نختم بالقران، مفيش احلى من القران. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. مش هقدر اتكلم، ده احلى ختام لليوم بجد والله. انا يعني ربنا يبارك فيك، اتشرفت بيك. ربنا يكرمك، انا اسعد. شكرا.